السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شهر طيبين ويرتكبون مقطع جديد. واليوم إن شاء الله نشوف نهائي اليورو بين انجلترا واسبانيا. بس بدون ما نطول لايك اشتراك في التنبيهات. خش على المباراة. طبعا لا احكي لكم مدرب انجلترا مخبص تخبيص، شكله عرف بما انه الطرف الاضعف في النهائي خبص تخبيص مو طبيعي. يا تسلك معاه يا يخسر، قد هو الطرف الاضعف يعني. فلو خسر ما حد بيلومه. لاعب خطط 3-3-2-1، لاعب بولكر قلب دفاع، وملعب لوك شو، ملعب ساكا ظهير، مخبص تخبيص مو طبيعي، على عكس اسبانيا اللي بخطتها معتاده. عن نفسي صراحه اتمنى فوز انجلترا باليورو عشان بلينغهام، غير كذا ما اهتم. خال والله كارفخال خطير خطير، هو اللي حسم الابطال، فعادي جدا يحسم اليورو. هاري كين، طبعا هاري كين احد مشكلات انجلترا، لانه اللاعب منحوس بشكل مو طبيعي، وما قد جاب ولا بطوله في مسيرته. مع توتنهام ولا بطوله، مع انجلترا ولا بطوله، مع بايرن ميونخ جاء اول موسم طلع موسم صفري. فنشوف اليوم هل راح يجيب اول بطوله ولا كعادته يخسر النهائيات. بلينغهام مباراة اليوم راح تحسم الكرة الذهبية. إذا إنجلترا فازت فهي محسومة لبلينغهام بدون أي مناقشة، وإذا إسبانيا فازت محسومة لفينيسيوس بدون أي مناقشة برضه، لأنه ما في أي منافس ثالث بينهم الاثنين. ويليامز خطيرة، والله خطيرة خطيرة جدا. ويليامز عدي. أوه حلوة من ذا ستونز، حلو ستونز ممتازة. هذا ويليامز خطير، شفت كيف وولكر قدم بس ويليامز أخذ راحته. فودن اللاعب هذا ما أدري وش وضعه، مع السيتي مكسر الدنيا، مع انجلترا ما سوى أي حاجة حرفيا، ولا هدف وأتوقع ولا أسيست برضه. أحس السبب واضح إنه فرق المدربين، هناك يلعب مع جوارديولا يلعب مع ساوث جيت، لكن كاس ما يفرق. بالعكس يمكن منتخب انجليزي كاس ما اقوى من السيتي. حلوه، هذا حلو لانجلترا. وولكر حلوه، تغطيه من الدفاع. كارفخال استفز ساكا، يا خوفي بس ساكا يستفزه بالاخير. طبعا اسبانيا جابت اليورو 3 مرات، متعادله مع المانيا كلهم 3-3، وانجلترا ولا مره ما جابتها. فاليوم يا اسبانيا تكسر رقم وتصير اكثر منتخب جاب اليورو، او انجلترا تكسر رقم وتجيب اليورو اول مره في تاريخها. والله سواها فرودري. والله سواها فرودري. حلو ستونز، لا حلو والله، الله كسر كل خطوط، بس الاخير خلاص ما في شيء شوت. ايش ذا الشوت يا كين. فاول بس والله حلو من بلينغهام. وغريب والله من كارفاخال يغلط غلطة زي كذا. من جدك تتسارع مع وولكر، مستحيل تجيبه. وانتهى الشوط الاول بدون اي هدف، لكن شوط ممتع فيه ندية بين المنتخبين، ونرجع لكم الشوط الثاني. ايش هدف؟ اوه ممدى، والله ممدى دوب هذا الشوط يا اخي، والله ممدى ايش كيف جا الهدف؟ يمال لا والله، ويليامز الوسخ. والله ممدى دوب هذا الشوط دقيقة ما عدت. لو نتكلم بواقعية صراحة اسبانيا المفروض تفوز بدون اي منافسة بدون اي شك، حتى لانه اصلا انجلترا هم ما عارفين كيف وصلوا هنا. ويليامز الثاني والله كادت والله. كول بالمر طلع محور دخل مهاجم قاعد يرمي كل اوراقه. بالمر ساكا روح قد تكون هدف، قد تكون بالمر. والله مستحيل، ايش ذا الهدف؟ برد والله هدف اسطوري. مستحيل الهدف، وين الهدف؟ والله مستحيل، والله جاوبها. ول اسيست بلينغهام. يوم والله هذا اسطوري يا اخي، كل ما ينعاد احس رهيب زياده. والله سواها بلينغهام، صنع هدف في نهائي ابطال نهائي اليورو في نفس الموسم. باقي ربع ساعه نهايه الوقت الاساسي. صراحه ما ودي تروح بلنتيات ابدا، ودي يحسموها في الوقت الاساسي.
شوف متعة بصرية والله، هذا بالمر متعة بصرية. باقي 10 دقايق. في أحد بيحسمها ولا نروح إضافية؟ لا خطيرة. ويليامز بيشوت. لا والله ما شات. لا يا مان ديم، والله قريبة، والله استأسد فيها الحارس. لا مو سايد. انحسمت خلاص، انحسمت والله انحسمت. انحسمت، مستحيل يرجع في المباراة. الدقيقة 85 مرة ما هي اوف سايد. خلاص باقي دقيقتين وينتهي الوقت الأساسي. مرة صعب يرجع في النتيجة إنجلترا. دقيقة 89 ركنية لإنجلترا. الدقيقة 90 يعرض ولا يو يو والله قريبة، والله قريبة والله. طلعها مع الخط الوسخ داني اولمو. لا والله ما قصر انجلترا، مرة ما قصروا، خسروا بشرف. والله جابوا اليورو والله اسبانيا. شيء متوقع مع انه ما كان ودي، بس لكن هذا المتوقع. اكثر منتخب مقنع من بداية البطولة، فالصراحة جدا يستحقون التتويج. اهم شيء في المباراة بلينغهام صانع هدف في نهائي اليورو، وبكذا صارت اسبانيا اكثر منتخب حقق اليورو في التاريخ 4 مرات. ولايك واشتراك في اجازة التنبيهات، ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. السلام عليكم.